هل أنت كمصور تعرف الفرق بين أحجام السنسور؟ مساء الفل، ازيك مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ في فيديو النهارده هنتعرف على الفرق بين احجام السنسور في الكاميرا. تعالوا نعرف الاول ايه وظيفه السنسور وايه لازمته في الكاميرا اصلا. السنسور يعتبر هو اهم جزء في الكاميرا لانه هو اللي بتنزل عليه الاضاءه وبيسجل الصوره من خلال الاضاءه اللي بتنزل عليه، سواء بقى بيسجلها صوره او فيديو. فهو بديل للشريط الفيلم بتاع زمان اللي كانوا بيستعملوه في التصوير. كان بيروح بعد كده الفيلم ده بيتحمض، وبعد ما يتحمض تطلع الصور مطبوعه منه. حاليا دلوقتي ما فيش الكلام ده، انت دلوقتي على السنسور على طول بتتصوره اكتر من مره. الفيلم كان بيتصور عليه مره وخلاص. وازاي بقى السنسور بيسجل الصوره او بيصور الصوره ويحتفظ بيها على الميموري كارد او على مساحه التخزين اللي جوه الكاميرا؟ من خلال الاضاءه اللي نازله عليه من العدسه. يعني العدسه بيدخل الاضاءه فيها وتطلع الاضاءه منها تنزل على السنسور على طول، وفي الجزء ده السنسور هو بيحتفظ بالصوره على الميموري كارد بقى بتاعك اللي انت حاطه في الكاميرا بتاعك. والاضاءه اللي داخله من العدسه بتنزل على السنسور على طول في حاله الكاميرات الميرورلس، لكن في حاله الكاميرات الدي سي ال ار بتعدي الاول على مرايه عشان تبان الصوره عندك في الفيو فايندر فوق الاول. فالميرورلس والدي سي ال ار هنعرف الفرق بينهم بس في فيديو مختلف عن ده. في الفيديو ده احنا مركزين على احجام السنسور الاول نفهمها، وبعد كده هنفهم الفرق بين الدي سي ال ار والميرورلس في فيديو تاني منفصل. تعالوا نعرف الاول الفرق بين السنسورز من حيث الحجم. هنرتبهم من الاكبر للاصغر. اول حاجه الميديوم فورمات، ثاني حاجه الفول فريم، ثالث حاجه الاي بي اس سي او الكروب فريم، وثالث حاجه اصغر سنسور ده اللي بيستعمل في الكاميرات البوينت اند شوت او الكاميرات بتاعت الموبايلات. تعالوا دلوقتي ناخد كل واحد بالتفصيل ونعرف كل واحد بيستخدم في ايه. اول نوع هو الميديوم فورمات، وده بيستعمل في كاميرات معينه وبتوصل دقه البكسل فيها 400 ميجا بكسل مثلا، ودي ما بتستعملش غير في تصوير صور بس، ما بتصورش فيديو، بتصور صور بس. ده اولا. ثانيا بتستعمل في الصور التجاريه بتاعت البراندات الكبيره. الميديوم فورمات ده احنا ما يهمناش قوي لان ده النوع ما بيستعملش كتير في الكاميرات بتاعتنا. احنا اللي يهمنا اكتر الفول فريم والاي بي اس سي اللي هو الكروب فريم، لان دول اكتر نوعين او اكتر اتنين مشهورين في عالم الكاميرات، ودول بيستعملوا اكتر من حيث شركات التصنيع بتاعت الكاميرات. تعالوا نتعرف اولا على الفول فريم وهو جه منين وحجمه كام بالظبط. اولا الفول فريم ده حجمه 35 ملم، والحجم ده كان بيستعمل اصلا في الكاميرات القديمه اللي كانت بتصور بالفيلم. ده كان مساحه الفيلم اللي بيتصور عليه او بتنزل عليه الصوره عشان تطبع عليه. فهو الفول فريم او المقاس ده بالظبط للمقاس ده تحديدا لان هو جه من الكاميرات القديمه، لان الكاميرات الجديده دي تطوير للكاميرات القديمه اللي كانت بتصور فيلم زمان. دلوقتي اتطورت، عملوا السنسور بدلها عشان يسجل هو الصوره اكتر من مره بعدد كبير، غير الفيلم كان مثلا محدود بعدد صور ولو تعرض للضوء كان بيبوظ اصلا. ومقاس السنسور او ابعاد السنسور الفول فريم 36 مللي و 24 مللي. تعالوا نتعرف بقى على السنسور الاي بي اس سي او الكروب فريم. الكروب فريم او الاي بي اس سي ده جه منين؟ جه ان شركات التصنيع بتاعت الكاميرات عايزه بقدر الامكان تقلل حجم الكاميرات او تصغر حجمها بقدر الامكان على قدر استطاعتها، فبالتالي اخترعوا الاي بي اس سي. وطبعا في اختلاف بين كل شركه والثانيه لان كل شركه طورت طريقتها او طريقه تصنيعها او بامكانياتها المتاحه بين ايديها. والمقاس بتاع الكروب سنسور او الاي بي اس سي 24 مللي في 16 مللي، يعني احنا ال 24 معانا ثابته، هي بدل 36 بقت 16. ده الفرق بينها وبين الفول فريم. وطبعا عشان كل شركه عملت السنسور الخاص بيها او طورت السنسور بقدراتها هي، فطبعا في حاجه اسمها معامل قص او كروب فاكتور اللي هو الفرق بين الفول فريم والكروب فريم. فده المعامل بيختلف من شركه للتانيه، كل شركه على حسب معامل القص بتاعها على حسب ما هي طورت السنسور بتاعها في ايه. بس ابعاد السنسور الكروب فريم متعارف عليها 16 مللي و24 مللي، دول ثابتين ما بيتغيروش، بس هو اللي بيختلف معامل القص لان طبعا كل شركه طورت بحيث قدرتها هي وبطريقتها هي، لان دي مش حاجه واحده ثبتوا عليها. لكن الفول فريم محدش لعب لان هو نفس المقاس بتاع الكاميرات القديمه بتاعت الفيلم. وطبعا الكروب فاكتور ده او المعامل القص ده هنشرحه في فيديو تاني مستقل بعد الفيديو ده على طول، هنشرحه مع بعض عشان نفهمه اكتر. بس انا عايزكم في الفيديو ده تبقوا مركزين معايا على موضوع السنسور بس. وطبعا عشان السنسور حجمه صغير فبالتالي
فبالتالي طريقته مع التعامل مع العدسات اولا ومع الاضاءة اختلفت، وبالتالي كواليتي الصور اختلف. اكيد الفول فريم هتبقى كواليتي بتاعته اكبر او احلى او الجودة بتاعته احلى من الكروب فريم، لكن مش على طول. هو في الغالب مش هتعرف تطلع الفرق بينهم. يعني لو جبت كاميرتين واحدة فول فريم وواحدة كروب فريم وصورت صورة بنفس العدسة وبنفس ظروف الاضاءة هي ما غيرتش حاجة، مش هتعرف تطلع الفرق بين الاثنين. هيبقى الفرق بسيط خالص ومش هتلاحظه بعينك. واكيد في فرق مش مفيش، هو فيه بس انت مش هتلاحظه بعينك. وطبعا السنسور الفول فريم ليه كواليتي بتاعته اعلى من الكروب فريم؟ لان البكسل الواحد في السنسور الفول فريم حجمه اكبر، فبالتالي بيستقبل اضاءة اكتر. فبالتالي في ميزة يكسبها الفول فريم عن الكروب فريم، ان الفول فريم الكواليتي بتاعته اعلى في اللو لايت او في الاماكن اللي مظلمه، لان هو حجمه اكبر فبيستقبل اضاءة اكتر. او الحجم اللي داخله، يعني مثلا حجم بالشكل ده متلقي الاضاءة كله منور، غير لما يبقى بالحجم ده حجمه اصغر فبالتالي الاضاءة اللي داخله قلت. فبالتالي نفس ظروف الاضاءة لو في لو لايت هتبقى الافضلية للفول فريم، لكن ما يمنعش ان انا استعمل الكروب فريم برضه في لو لايت، ليها تظبيطة وهتعرف تحققها، بس هيبقى فيها نويز اكتر. طبعا النويز هيبقى اعلى في الكروب فريم عن الفول فريم. نتكلم بقى على اخر حجم في السنسور، وهو حجم الصغير الاصغر من الكروب فريم، وده بيستعمل في كاميرات البوينت شوت اللي هي بتبقى عدستها مدمجة جواها ما بتتغيرش. ده اولا. ثانيا في الكاميرات بتاعت الموبايلات اكيد بيبقى السنسور بتاعها صغير على كده، يعني لو حط فيها فول فريم ولا كروب فريم عايز 3-4 موبايلات فوق بعض يعني عشان يحطوا ده. فلو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشترك مع اصحابك عشان الكل يستفيد. والى هنا عزيزي المليونير، لقد انتهت جرعة دوبامين التعلم لهذا اليوم. انتظركم في جرعة اخرى. الى اللقاء.